الصعيب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا إعلان صداه للشيخ الحسين للترشح للرئاسيات القادمة إن شاء الله 2024. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسوله الكريم. أيتها المواطنات، أيها المواطنون الأعزاء، إن مشروع بناء دولتنا ما زال متعثرا بعد 63 سنة من الاستقلال. بعد 63 سنة من الاستقلال ما زلنا عاجزين عن بناء أساس دولة المواطنة والمؤسسات. بعد 63 سنة ما زلنا نصدر الحديد الخام. بعد 63 سنة تراجعنا في مجال الصيد، فلا سمكنا يفرغ في موانئنا أو يصنع أو تضاف له قيمة. بعد 63 سنة ما زلنا عاجزين عن الاكتفاء الذاتي في أي مادة، ونكتفي بالزراعة السياسية، وقد حبانا الله بالأرض والماء. بعد 63 سنة ثروتنا الحيوانية لم تشهد أي تطور. بعد 63 سنة مدننا كبيرة بلا صرف صحي. بعد 63 سنة التعليم ينهار، والتسرب وصل إلى أعلى المستويات، ومدرستنا تفرق ولا تجمع. بعد 63 سنة اللامركزية لم تتجاوز مرحلة تجربة 86. بعد 63 سنة برلماننا لم يتجاوز مرحلة البريد. بعد 63 سنة مجلسنا الدستوري كما ترونه. بعد 63 سنة وأفعال الكراهية وخطاب الكراهية في تنام. بعد 63 سنة ها نحن عاجزون عن تقوية لحمتنا الاجتماعية وتضميد جراح الماضي وجبر الخواطر، ونحن الذين من الله علينا بنعمة الإسلام وتنوع الثقافات وماض طويل من التعايش السلمي. بعد 63 سنة لم نستطع التحكم في الأسعار وضرب الاحتكار. بعد 63 سنة ونظامنا المصرفي لم يلعب الدور المنوط به. بعد 63 سنة ما زالت الزبونية والقبلية والجهوية والطبقية والنفاق والتملق هم أسياد الموقف. بعد 63 سنة قضي على الطبقة المتوسطة، وانحصر المال في أيدي سكان حي من العاصمة نواكشوط، حيث كل مظاهر الغنى على كافة التراب الوطني ليست إلا ملكا لساكنة تفرق زينة، أي أقل من 2%. بعد 63 سنة ما زال الظلام والعطش يخيمون على الساكنة. بعد 63 سنة ما زالت أحكام القضاء لا تنفذ. بعد 63 سنة ركعت النخب السياسية والثقافية للمادة، وأدارت ظهورها لهموم المواطن. بعد 63 سنة لم نؤمن بالدستور ولم نرجع إليه مرة واحدة. بعد 63 سنة ما زال التشغيل في القطاع العمومي على أساس العرق والقرابة والمصاهرة والتملق، وفي القطاع الخاص مارق على كل النظم وأقرب إلى العبودية. بعد 63 سنة وما زلنا نجد حالات من العبودية وآثارها وارية للعيان. بعد 63 سنة وفي محيط جيوسياسي هش ها نحن نرتهن للقوة الاستعمارية وننبري لما عجزت عنه أوروبا، ونستقبل فرونتكس سيئة الذكر وفاغنر على أبوابنا. بعد 63 سنة ونحن من خيبة أمل إلى أخرى ونردد عاش الرئيس وسقط الرئيس. بعد 63 سنة تراجعت الحريات ودجنت أقلام واستؤجرت أخرى. بعد 63 سنة ضاعت فيها الأخلاق ونهبت الثروات وتباعدت المجتمعات. بعد 63 سنة فقدنا حنان وعطف المعلم وإنسانية الطبيب وورع الصيدلاني. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، أيها الشعب العزيز، انطلاقا مما ذكرت آنفا قررت على بركة الله وبعونه أن أترشح لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة
تحت الشعار لنبني دولة المواطنة والمؤسسات لنبني دولة المواطنة والمؤسسات، وسلاحي في ذلك هو وعي المواطن لما يعيشه البلد، وإن اعتمادي على الله وعلى القوة الكادحة من مزارعين وصيادين ومنقبين ومنمين وعمال يدويين ومعلمين وطلاب وعاطلين ومهاجرين وأرامل ومعيلات أسر وأصحاب المظالم، وعلى ما بقي من النخب والحية. شعبي العزيز، إن برنامجي لن يكون إنشائيا ولا جملا بلاغية ولا تسويفا أجوف، وإنما سيكون موضوعيا وقابلا للتطبيق على شكل نقاط محددة، وذلك اعتمادا على تجربة 35 سنة من العمل في الصيد والزراعة والتنقيب والمجتمع المدني والنضال من أجل بناء دولة مواطنة لا حظوة فيها إلا على أساس المجهود الفكري أو العضلي المقدمان لكافة الشعب. عاشت موريتانيا موحدة حرة ومزدهرة. صداه للشيخ الحسين، نواكشوط 9/3/24. للتواصل رقم الواتساب 32 88 10 62 أو 22 30 32 55. والله الموفق. السلام عليكم ورحمة الله.